مرحبا، شلونكم؟ رجعت لكم فيديو جديد. طبعا اسفه اذا الاضاءه مو تمام، فشغلت فلاش لانه دا اصور هسه بالثنتين بالليل. فجأة قررت اقرا. المهم راح اسوي بهذا الفيديو تحدي يفيدني ويفيد همتين الطلاب الدور الثاني. فشنو التحدي؟ راح احاول اخلص كلاميات الفصل الثاني مال الفيزياء بوقت محدود اللي هو يكون 5 ساعات، لان صراحه الكلاميات الفصل الثاني هواية. فاني راح اعتمد على المصدر اللي انا اقرا عليه، اللي هو انا مسويته على شكل تلخيص الفصل الثاني. وانصحكم انتم هماتين تلخصون بيدكم وتقرون فهيجي افضل. تمام. انتم المصدر ملزمة، دفتر، ما عرفتم اللي انتم تفتهمون عليه اقروا النقطة هاي. النقطة الثانية، المدرس اللي راح ادرس عليه واسوي هذا التحدي اللي هو استاذ حسين محمد، مسوي كلاميات ب4 ساعات مال وهم مراجعة للفصل الثاني ومقسمة. انا راح اقرا حسب التقسيم مالته، انتم قسموه للفصل حسب انتم شلون تردون، او على المدرس اللي انتم العفو راح تدرسون عليه. انا قسمته هسه هو مقسم يمكن 5 اقسام. هسه هذا القسم الاول راح كل ما اكمل احطه صح قدام كل وحدة. تمام. اللي يحتاجه هذا التحدي، المصدر تعتمدون عليه مثل ما قلت لكم. تقسيم الفصل لازم تقسمون حتى تعرفون شنو قريتوا ما قريتوا، وقلم وبيد مال اوراق ورق عادي. المهم واهم من هذا كله اللي هو انه توكلون على الله ونبدي. وبنهاية الفيديو راح اكون صريحة وياكم اذا اني نجحت بهذا التحدي او لا. اهم شي لا تنسون اللايك وتشتركون بالقناة وتشاركون هذا الفيديو ويا اصدقائكم اذا شفتوه مفيد. يلا نبدي. وصلت نشاطين موجودين بداية الفصل الثاني وخلصناهم، فخلص القسم الاول، ناخذ استراحة ونرجع. هسه راح ابدي بالجزء الثاني اللي هو الايموشن والاندكشن والمبدأ حفظ الطاقة والفيض. اكملهن وارجع لكم. ثانية طبعا البارحة انا قلت لكم بديت بالتحدي بالثنتين بالليل. بصراحة ما متعلمة اسهر، فقرأت القسم الاول ونعست ونمت وقرأت جزء من القسم الثاني، او تقريبا خلصت اني، بس ارجع اقرأ مرة ثانية يعني اسوي مراجعة، وبعدي ابدي بالقسم الثالث وبس. يعني بس البارحة نمت ما كملت، هسه راح اكمل. تاخذ استراحة. طبعا بهاي الاستراحة سويت اندومي وبيبسي. ما انصحكم تاكلون ابد، مو صحيين، بس شو نسوي لان شي سريع. فاخلص استراحتي وارجع على القسم الثالث نكمله.